نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم قناة سلام الفضائية وفي برنامجكم أعلام ومناسبات في جزء عامة. كنا قد تكلمنا في الحلقات السابقة عن قصص الغابرين وعن المناسبات في بعض سور جزء عامة، وها نحن اليوم نحط رحالنا في قصة من القصص العظيمة والتي قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهذه القصة تكمن في سورة البروج. بعد ذي بدء أعزائي المشاهدين سنقوم بقراءة هذه السورة المباركة، ثم سنشرع في الحديث والمناسبة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ثم سنختم بالهدايات والتطبيقات العملية من هذا الحديث من هذه السورة بإذن الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح
محفوظ. هذه سورة البروج، ولها مناسبة وقصة قصها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام. والقصة هذه هي ما رواه الصحابي الجليل والذي رواه الإمام مسلم عن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك، أي قال الساحر للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان هذا الغلام في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك الغلام إلى الراهب فقال إذا خشيت، أي قال الراهب للغلام يعلمه ماذا يقول إذا ذهب الساحر لكي لا يضربه، فقال له: إذا ذهبت إلى الساحر فقل له، إذا خشيت فقل له حبسني أهلي، وإذا خشيت وخفت من أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: أي الغلام، اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب للغلام: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، أي جليس من جلساء الملك كان قد عمي أعمى، فأتاه بهدايا كثيرة، أي أتى هذا الجليس وهو جليس الملك أتى إلى الغلام بهدايا كثيرة، وقال له: ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن هذا الجليس، جليس الملك، آمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك، قال الملك لهذا الجليس: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال: أي الغلام، إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى.
فدفعه الملك إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته وقمته فإن رجع عن ديني وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا وهلكوا جميعا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال لهم: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، أي في قارب، وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، أي انقلبت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك هذا الغلام، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال الغلام للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال الملك: ما هو؟ فرح الملك بقتل هذا الغلام وقتل ما يحمله. فقال الملك: ما هو؟ قال الغلام: تجمع الناس في صعيد واحد، أي في مكان واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد، جمع الملك في صعيد واحد الناس وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتى الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ فقالوا للملك: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك. ما هو؟ كان يحذر أن يؤمن الناس بغير دين الملك. قد آمن الناس، فغضب الملك فأمر بأخدود، حفرة كبيرة، فأمر بالأخدود بأفواه السكك على مدار المدينة، فأضرم بها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل: قولوا اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع في هذه النار، فقال لها الغلام، أي ابنها، قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه الإمام مسلم. من فوائد هذا الحديث والتطبيقات التي سنشرع في الاستفادة منها: الفائدة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كان ملك في من كان قبلكم. وفي هذا فائدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلي أصحابه بقصص من كان قبلهم. وربنا سبحانه وتعالى ديمة في كتابه الكريم كان يقص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، وذلك تسلية له للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس لوحده في هذا الطريق، أعني الصراط المستقيم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقص
هذه القصص على النبي على أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بعض صحابته المعذبين وهو في حجر الكعبة كان يقولون: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ يا رسول الله استنصر لنا. فيقول لهم أنه كان في من كان قبلكم يؤتى الرجل والرجلين فيوضع المنشار على مفرق رأسه لا يصده عن دينه أو لا يرجعه عن دينه بشيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبعض صحابته وكان يمر عليهم صلى الله عليه وسلم ويثبتهم ويسليهم ويطمئنهم ويقول لهم: اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والطريق إلى الله سبحانه تعالى محفوف بالمكاره، والطريق إلى الله سبحانه وتعالى محفوف بالمكاره. قال ربنا سبحانه وتعالى: أفحسبتم قال ربنا سبحانه وتعالى يعني يشرح ربنا سبحانه وتعالى بأن هذا الطريق طريق الأنبياء طريق محفوف بالمكاره، محفوف بالقتل، محفوف بالتعذيب، محفوف بكل ما تكرهه النفس. أولما أصابتكم مصيبة قال ربنا: قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قال ربنا سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. هذا كل ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى مبثوث ومشروح في كتابه سبحانه وتعالى بأن هذا الطريق طريق عزيز على الله سبحانه وتعالى ولا يناله، وسيقع في هذا الطريق من الصديقين والشهداء والصالحين كل ذلك ليبلغون هذا الدين. وفي نهاية هذا الصراط المستقيم هي جنة عرضها السماوات والأرض ومن بعدها ومن قبلها وفي أثنائها رضوانه سبحانه وتعالى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. على ماذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ على العسر واليسر معه في المنشط والمكره، وألا يولون الأدبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنالوا رضا الله سبحانه وتعالى. وهذه المنزلة منزلة الرضا من الله سبحانه وتعالى. إن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم فمن يسخط دونه. فلما وكان له ساحر، وكان للملك ساحر، فلما كبر هذا الساحر قال للملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. وفي هذه العبارة أعزائي المشاهدين أن من أهل الشر من عاش طيلة حياته ينفث سمومه ويبث شروره هنا وهناك، ولكن في آخر حياته يعلم صغارا ويترك صفا من خلفه لكي يبث سمومهم. ومن هنا نأخذ عبرة أن حري بالداعية أن يغرس غرسا في الصغار. فابعث إلي غلاما، لم يقل رجلا، قال فابعث إلي غلاما، لأن الغلام يمتد به العمر، فيما يظن يمتد به العمر ويكبر. والأمر الثاني لكي يتشرب هذا الغلام ويكون سريعا في الفهم. ومن هنا حري بالإنسان المؤمن والداعية الصالح وبالأب والأم الصالحة في بيتهم أن يغرسوا في أبنائهم من صغرهم، يغرسوا فيهم الخير، لأن الخير يكبر معهم. وكم من صغير أصبح شيخا كبيرا، وكم من صغير أصبح ملهما، وكم من صغير أصبح داعية ووزيرا صالحا وحاكما صالحا. لا نستصغر أبناءنا أعزائي المشاهدين، وإنما نغرس فيهم الخير من صغرهم، لأن الخير فيهم صلب. وهكذا قال الملك: إني قد كبرت فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه، أي هذا الغلام إذا سلك راهبا، كان هذا الغلام يذهب إلى الساحر المعلم، وأثناء الطريق كان يوجد راهب
متعبد ناسك يعبد، وكان راهب. فقعد إليه هذا الغلام من تدبير الله سبحانه وتعالى لإرادة الخير في هذا الغلام، فقعد إليه هذا الغلام وسمع كلامه فأعجبه. يسمع كلام الراهب ثم يذهب إلى الساحر، وكان إذا أتى الساحر يأتي متأخرا فيضربه الساحر. فقعد إليه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه. فشكى ذلك الغلام بضرب هذا الساحر، ولم يعلم هذا الساحر حتى الآن بأنه يمر، ولا يعلم أهل هذا الغلام ولا يعلم الملك الذي بعث هذا الغلام بأن هذا الغلام متأثر بكلام الراهب أو يذهب إليه. فما كان من هذا الغلام إلا أن شكى إلى الراهب بأن الساحر يضربه. فقال له الراهب عذرا وحيلة، قال له: إذا أتيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك وإذا خفت من أهلك إذا رجعت إلى أهلك فقل حبسني الساحر، أي كنت عند الساحر. وهي حيلة لغرس الخير أعزائي المشاهدين، وهي حيلة لغرس الخير في هذا الغلام لكي لا يؤذى ويأخذ الخير بكل يسر وسلام. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة تحبس الناس، فقال الغلام بعقله، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب الذي أعجبني كلامه؟ فأخذ حجرة ثم قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها الغلام فوقعت على الدابة فقتلها ومضى الناس. فسمع الراهب خبر هذا الغلام بما فعله بهذه الدابة وبإعجاب الناس بهذا الغلام في بادئ الأمر. وهكذا أعزائي المشاهدين نستفيد من هذا تفكير الغلام إثارة الفضول والتساؤل عند أبنائنا وبناتنا في طرق الخير والشر. قال ربنا سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي وبينا له طريق الخير والشر. هكذا عقلية هذا الغلام المؤمن ليختبر إيمانه. حتى الآن لا يعرف من هو أفضل وعند من الكلام السليم وعند من الكلام الصحيح، هل هو عند الساحر أو عند الراهب الذي مالت إليه نفسه وأعجبه كلامه. فأخذ حجرا، وانظروا أعزائي المشاهدين، وكل أمر القرار والاختيار عند الله سبحانه وتعالى. قال: اللهم إن كان أمر الراهب الذي مالت إليه نفسه وأعجبه كلامه أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة. ومن هنا كذلك ما هو شرع لنا في ديننا العظيم، وهو صلاة الاستخارة. حينما يمضي الإنسان في أمر ما من أموره الدنيوية أو الأخروية ويحتار أي القرار يأخذ، فشرعت لنا صلاة الاستخارة وشرع لنا دعاء الاستخارة. والذي قال عنه أحد الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة، والدعاء مشهور في ذلك: اللهم إن كان، ويسمي هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، اللهم فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كان هذا الأمر، ويسمي حاجته المؤمن، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، اللهم فاصرفني عنه واصرفه عني ثم اجعل لي الخير حيث كان ثم ردني به.
هكذا المؤمن يفوض أمره إلى المدبر. فاصل أعزائي المشاهدين ثم نواصل. وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا. كنا قبل الفاصل قد تكلمنا بأن نغرس في أبنائنا أعزائي المشاهدين ومن قبل في أنفسنا بأن نسأل الله سبحانه وتعالى ونستعين به في كل شؤوننا. حتى أثر عن بعض السلف الصالح أنه كان يسأل الله الملحة، وأنه كان يسأل الله في كل صغيرة وكبيرة. نفوض أمرنا أعزائي المشاهدين في كل شيء إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا هي التربية، بأن الإنسان يفوض أمره إلى المدبر، إلى الخالق، إلى الرازق، لأن الله سبحانه وتعالى اختص بأمر الخلق وتدبيره والعناية بالخلق. قال ربنا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال ربنا: كل يوم هو في شأن. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى هو في شأن، يفرج كربا ويشفي مريضا ويعافي مبتلا ويهزم عدوا وينصر مسلما وينصر مستضعفا. وربنا سبحانه وتعالى خيره مليء تترى على هذه البشرية وعلى هذا الكون الفسيح سبحانه وتعالى. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. حينما يكون هذا المفهوم عند أبنائنا ومن قبل عند أنفسنا، لنعلمه لأبنائنا بأن نفوض أمرنا إلى الله في كل ما نختاره، فخيار الله سبحانه وتعالى هو الخير. ما يختاره الله لنا هو الخير المحض، وما نختاره لأنفسنا قد يكون خيرا وقد يكون شرا، لكن إن فوضناه إلى الله سبحانه وتعالى: اللهم إني فوضت أمري إليك، اللهم دبرنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. وفي الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وفي الدعاء: اللهم إني وكلتك أمري ووكلتك نفسي، اللهم فدبرنا فإنا لا نحسن التدبير. هو المدبر. هذا المفهوم الذي أنطق الغلام حينما احتار أي الطريقين يسلك. هذا الغلام قال: اللهم، بدأ بماذا؟ قال: اللهم إن كان هذا أمر الراهب أحب إليك من الساحر، اللهم فاقتل هذه الدابة. فأتى هذا الغلام فقتله مضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، أي ستمتحن وتختبر. فإن ابتليت، أي فإن تم تعذيبك وتم إكراهك على أن تقول من علمك هذا الخير، فإن ابتليت فلا تدل عليه، فلا تدل عليه. ماذا نستفيد أعزائي المشاهدين من هذه العبارة، من هذه الجملة؟ نستفيد منها عدة أمور. الأمر الأول أن الإنسان يبلغ سيادة الناس بالخير الذي فيه. أن الإنسان يبلغ سيادة الناس بالخير الذي فيه إن كان مخلصا لوجه الكريم سبحانه وتعالى. فكان من خير هذا الغلام أن تعدى إلى أنه
سبيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سبيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ كان الغلام يبرئ كما في العبارة، وكان الغلام في الحديث، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. انظروا أعزائي المشاهدين، لما يكون النفع متعديا يكون الخير عظيم، ومن تعدى نفعه للخير كم له من الحسنات، فضلا لما يكون الإنسان نفعه قاصر على نفسه. مثال ذلك الإنسان يعرف يقرأ القرآن ويقرأه بكل مهارة، له الأجر. كيف لو كان أن هذا الإنسان يعلم غيره فيدخل في الخيرية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكان هذا الغلام يستخدم الخير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والتأثير ونفع الناس، وكان يداوي الناس من سائر الأدواء كما في حديث النبي ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: وإنك، قول الراهب للغلام: وإنك ستبتلى. وقد تكلمنا كثيرا بأن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيه ابتلاء وفيه اختبار وفيه تمحيص. لماذا؟ لأنه طريق الصراط المستقيم التي نهايته جنة عرضها السماوات والأرض، ومن قبل ومن بعد ومن أثناء رضوانه سبحانه وتعالى عن هذا العبد وعن هذا المسلم المؤمن. كيف تعلم بأن الطريق الذي تسلكه هو طريق الحق؟ وذلك بكثرة الابتلاءات وكثرة الاختبارات وكثرة الامتحانات وكثرة الأذى الذي تؤذى فيه. ولنا في أنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله أسوة حسنة، بدءا من نوح عليه السلام الذي أوذي حتى لم يستطع أن يدخل ابنه أو يركبه معه، بدءا من نوح عليه السلام وانتهاء إلى خاتم الأنبياء والرسل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوذي في نفسه وفي جسده وفي عرضه الشريف وفي عقله وفي دينه وفي نزاهته وفي جسده وفي أهله. كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يرجعه عن دينه من ذلك بشيء صلى الله عليه وسلم. الامتحان والاختبار، والذي يظن ويسلك طريق الخير بأنه لا يبتلى فهو ضعيف الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان هو الزاد الذي يحثك أن تتجاوز، وهو الدرع الحصين الذي تتجاوز به هذه الاختبارات والمحن التي تكون في هذه الدنيا على الطريق الذي سار به الأنبياء. الطريق الذي سار به الأنبياء كله محفوف بالمكاره التي تكرهها النفس، والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. فسمع جليس للملك بأنه كان قد عمي، فأتى هذا جليس الملك من ندمائه، فأتى هذا الجليس للغلام بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا، أي كل هذا اللي هنا من الهدايا إن أجمع لك إن أنت شفيتني. فما كان رد الغلام؟ فقال له عبارته المشهورة: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى، هذا شرط، دعوت الله فشفاك. ولنا وقفة أو وقفات في هذه العبارة. أتى هذا الجليس لما سمع من خبر الخير المتعدي من هذا الغلام للناس، أتى جليس الملك إلى هذا الغلام وأتى له بهدايا كثيرة. وهكذا هم الكبراء، إن أرادوا أن يتقربوا يقدموا قربانا، فأتى له بهدايا كثيرة.
لم يغري الغلام هذه الهدايا، فقال له: كل هذه الهدايا لك، ليغريه: إن أنت شفيتني. وما ظن هذا الجليس وما ظن أن الغلام قلبه ملئ بالإيمان، فقال له: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. انظر أعزائي المشاهدين كيف هذا الغلام تربى تربية إيمانية، وملئ قلبه بالإيمان، فنطقت جوارحه وفوضت كل كلام يقوله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، بشرط، وهذا هو ديدن الأنبياء والرسل والدعاة المصلحين، لا يدعون إلى أنفسهم، قل إنما أدعو ربي، وقال ربنا سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك، وليس إلى نفسك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لم يدعو الغلام أن يؤمن به، أو أن يكون هذا الجليس تابعا له، أو أن يكون مؤثرا له، أو أن يكون حاميا له. قال له: بشرط، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. يدعوه. هكذا هم أهل الحق، كل همهم أن يدخل الناس أجمعين في دين الله سبحانه وتعالى. ونبينا أرسل إلى الثقلين الإنس والجن، وقال ربنا عنه: وما أرسلناك إلا كافة للناس. ونبينا هو إمام الرحمة، نبي الرحمة، رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم وعلى أنبياء الله أجمعين. قال: دعوت الله فشفاك. والغلام كان كثيرا يبرح بين منزلة الدعاء والاستعانة. قال: دعوت الله فشفاك، فآمن بالله تعالى هذا الجليس، فشفاه الله تعالى، شفي بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كان من كرامة الله سبحانه وتعالى لهذا الغلام، بأنه كان مستجاب الدعوة، فاستجيب له فشفي. انظروا الاختبار الثاني. فأتى هذا الجليس إلى الملك، فنظر إليه الملك فرآه يبصر، فقال له: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. قال: ربي وربك الله. فغضب الملك، فأخذ الملك جليسه فعذبه، فلم يزل يعذبه لكي يدله من دله على الخير، من فتق عقله وأفتح عينه لكي يبصروا ربا غير رب الملك. فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. فجيء بالراهب، فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. الملك الآن يريد أن يصل إلى سلسلة المؤثرين على هؤلاء الناس، أعني جليسه. فدل السلسلة تبدأ رأس الهرم الراهب، ومن ثم الغلام، ومن ثم جليس الملك. فالآن جليس الملك علم به الملك، فلم يزل يعذبه حتى جليس الملك دله على من؟ دله على الغلام. فجيء بالغلام عند الملك، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال له الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وهنا لنا وقفات. من الوقفات أن كل ما يؤثر على الطغاة، وفي حالتنا هذا على الملك، كل ما يؤثر خيرا على الناس إنما هو عندهم في ظنه من قبيل السحر.
إنه من قبيل السحر الذي يسحر الناس أو يخفي أو يبهر الناس بأن هذا سحر. وقالوا ومن قبل قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، وأن كلامه هو من السحر ومن الكهنوت ومن الشعوذة. كل ذلك وإن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قالوا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا في ذلك، وهذا من خوفهم من تأثير الخير على نفوس الناس، لأن الناس جبلت على الفطرة وجبلت على الخير، فهم يخافون أن يرجع الناس إلى فطرتهم الأصيلة التي فطرها الله سبحانه وتعالى، وهي الخير، وهو الإسلام الحاكم في جينات هذا الإنسان وهذا المخلوق. من ذلك كذلك أنه خاف من آثر هذا الغلام، فقال له: قد بلغنا من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الأثر لابد أن يكون متعديا لكي يكون فاعلا، لكي يكون مؤثرا في الناس. الأثر القاصر على نفسه، الإنسان الذي يقصر الخير على نفسه، كيف سيبلغ به الخير؟ كيف سيبلغ الخير للناس إن لم يكن مؤثرا؟ وهذا يحتاج إلى كثير من صدق وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى حتى يقع التأثير على الناس وعلى المدعوين. قال: قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل. فقال الغلام مرة أخرى: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. وهنا الغلام أراد أن يعلم هذا الملك بخالص التوحيد، وهو أن للكون رب واحد. قال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. لماذا؟ لأن الملك يظن أنه هو رب الناس، هو رب الناس. وهذا الفهم القاصر عند الطغاة الذين يظنون بأنهم هم رب الناس الأعلى. فقيل له فأخذه فأخذ الغلام. الآن الملك استعمل الغلام، فلم يزل يعذب هذا الغلام حتى دله على الراهب. وكان الراهب، أعزائي المشاهدين، في بداية الحديث عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، في بداية الحديث قال الراهب للغلام: إن ابتليت فلا تدل علي. في بداية الحديث: إن ابتليت فلا تدل علي. وذلك لعلم الراهب، وهو من علم الله سبحانه وتعالى، بأن من سلك هذه طريق تأثير الخير على الناس إنما يبتلى ويعذب، أيا كان نوع العذاب وأيا كان نوع الامتحان والاختبار. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. من ذلك ما وقع على النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل على خلقته في الغار، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم، ودخله من الروع في نفسه الشيء الكثير الذي لم يعهده النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وقال: زملوني دثروني. فأخذته أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها إلى ورقة ابن نوفل، وكان يعلم من أحاديث الجاهلية، فقص له القصة النبي صلى الله عليه وسلم، وقص له خبر رؤيته إلى ملك عظيم وهو جبريل عليه السلام، فقال له: إنه الناموس الذي قد أتى على موسى عليه السلام، وإن قومك لمخرجينك
أو لمخرجوك من مكة، لئن والشاهد وما أوتي أحد من هذا إلا عودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي يا قومي؟ قال: نعم. هذا الشاهد أنه هذا الطريق لا بد له من اختبار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على الصراط المستقيم، وأن يرضى عنا سبحانه وتعالى، وأن نكون في مرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أعزائي المشاهدين، إلى حلقة أخرى نستكمل ما منها فيها التطبيقات من هذا الحديث العظيم. أدعكم في حفظ الله ورعايته وعنايته، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا، وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.